الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس أحمد الشرع، أنا مواطن سوري عايش لاجئ هلأ بأرض الصومال. اليوم اجوا لعنا عسكر مرتين، اول شيء اقتحموا عبيتنا، ضربوني انا واولادي وزوجتي، ورجعوا مره ثانيه كمان ضربونا مره ثانيه واخذونا للسجن، حبسونا بالسجن بدون اي شيء. لا جابوا ورقه من محكمه، ولا جابوا ورقه احضار من قسم شرطه ولا شيء. هيك فاتوا علينا، تهجموا علينا، وفي فيديو مصور موثق كل شيء انه شلون اقتحموا البيت علينا، اهانونا وضربونا وحبسونا انا ومرتي واولادي. فبناشدك سيادة الرئيس انه تشوف لنا حل. ما بترضى انت اولاد بلدك ينهانوا وينقهروا؟ نحن القهر اللي فينا اكبر من الضرب اللي انضربنا. بترجاك سيادة الرئيس تشوف لنا حل. شو بتقدر تعمل معنا؟ نحن سوريين ومعوقين، انا ومرتي، انا رجلي اليمين مكسوره وزوجتي رجلها الشمال مكسوره. فنحن يعني وعمري 64 سنه وانهان وانضرب من قبل عسكر ومواطنين وبالعصيان بالعصايات، ضرب إهانة ما بعد إهانة. وبالسجن بقسم الشرطة كمان، فاتوا علينا بقسم الشرطة، ضربونا كمان حتى بقسم الشرطة. يعني تقبل أنت على شعبك السوري ينهان هالإهانة هاي؟ بترجاك بتمنى منك سيادة الرئيس أنك تشوف لنا حل بهالموضوع وتشوف لنا شو نعمل. دخيل عيونك سيادة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله. سيادة الرئيس أحمد الشرع، أرجوك كل الرجاء أنك توقف معانا. أنا يمنية مزوجة سوري، واليوم جابوا علينا الصوماليين، دخلوا علينا البيت وضربونا وضربوا أولادي وزوجي ولطموني، يعني أنا والكل، ودخلوا علينا وإحنا البيت كاشفات بدون استئذان وبدون وسحبلوا وجهالي وزوجي سحبله في الشوارع. أرجوك أنك توقف معانا وقفة رئيس جمهورية.